ايش اسمك؟ ليلى. من وين يا ليلى؟ ليلى نور صبو. من وين؟ نور صبو ردي. من اي بلد؟ اثيوبيا. إثيوبيا. إثيوبيا. ايش ديانتك؟ إيش؟ مين؟ مسلمة ولا مسيحية ولا ايش؟ مسلم. مسلمة؟ أيوة. ليلى ليش قتلتي إسراء؟ أنا مجنونة، راسي ما في كويس. انت راس ما في كويس؟ أيوة. كم لك انت موجودة بالسعودية؟ 7 شهور. 7 شهور بالسعودية؟ أيوة. ايش السبب؟ ليش قتلتي إسراء؟ ودي تتكلمي. أول لسرة لماما لبابا، أنا روس سوبيا، أقول أنا لماما لبابا. بعدين لا انتي ساوي شغل. أنا لا، ما ما هشتغل روس سوبيا. لا ما في سفر، شغلي شغل. قول بابا. يعني انت كنتي تبغي تسافري وهم منعوك من السفر؟ أول تروح سوريا، ليش أنا اشتغل شغل؟ أقول أنا. بعدين لا ما في سفر، شغلي شغل. طيب ايش مشكلة؟ طيب انت ممكن سفر، بس انت ما في سوي كذا، يقتل نفس كذا بريئة. يعني انت كنت تبغي سفر اول. طيب اللي هو، طيب اللي هو أنا سوريا، لا ما في سفر، انتي شغل سودي، شغلي شغل. مين اللي يقول لك ما في سفر؟ أول ليش تبكي أنا دايما يبكي. ليش تبكي؟ أنا روح سوريا، لا ما في سفر، شغلي شغل. مين اللي يقول لك كذا؟ مين؟ أول أنا شغل بيت سعودي. من اللي يقول لك اجلسي؟ بيت سعودي ولا بيت سوري؟ أول أنا بيت سعودي، ايوه. اشتغل شغل. بعدين هذا بابا، ما أول هذا أول سعودي ماما تكلمي بالتليفون، وبعد هو كلام انت ما في سفر، لازم يجلس هنا سعودية. بعدين 10 اليوم روحي عن هذا بيت. أنا أنا ماما بابا شوف ارجع، بعدين انتي ترجع هون. هذا سعودي ماما. بعدين انت زعلان، بعدين انت تسوي قتل اسراء، صح؟ بعدين رو هذا اسرى ما اسرى بابا بيت. بعدين بعدين ليش انتي ليش انتي يجي انا يجي هون وقول انا لا، اما مالي مشكلة، انتي 10 اليوم اجلسي ارتاحي هون. قول هاي اسرى ماما. اسراء ماما تقول تعالي اجلسي 10 يوم ارتاحي هون. إيه بعدين ترجع عند مازن ماما، ترجع بعدين قول ما قلت انا. طيب ايش مشكلة؟ طيب انت ليش قتلتي اسراء؟ ليش انت سوي قتل؟ 10 اليوم خلاص. طيب هلا ما عند سعودي ماما بيت، انا اروح قول انا لماما. بعدين خلاص انا ابو مازن بيت خلاص. هذا فكري خلاص ابو مازن بيت. انتي انا ماما اسوبيا ماما واحدة. دو اسرع كله صوصة كله واحدة. لا انا ماما هذا اسرع ماما. بعدين انت روح سوي قتل اسراء. بعدين لا انا يشتغل شغل، لا ما في روح.
هذه الخادمة ليلى من 7 شهور كانت في المملكة لفترة معينة. في البداية كانت عند كفيلها الأول سعودي، وبعد كذا انتقلت إلى بيت أبو إسراء. كانت في البداية يعني أختصر اعترافها وحديثها، تقول إنه أنا قتلت إسراء لأن راسي تعبان ما في كويس، أنا مجنون. بين قوسين تقول أنا مجنونة، وكأن الجنون ما يتلبسهم إلا عندنا في السعودية، ويقتلون يستبيحون الأرواح البريئة ويزهقونها بدعوى الجنون. أتمنى أنه هذا العذر ما يمشي على جهة التحقيق، لأنهم صاروا الفترة الأخيرة كل ما ارتكب جريمة قال أنا مجنون. وبعد كذا تحولت الحديث أنه أنا كنت أبغى أسافر ويضغطون علي بالعمل، أنا كنت أقول لهم أبغى أسافر وأبكي ويجون يقولون لا اقعدي شوية واشتغلي وبعدين تسافري. وضعت مبرر لجريمة قتلها هو ضغط العمل. دكتور مشهور، تحب تعلق على حديثها؟ طبعا